حابب اقول ان في اكتر من شركه جت المطبخ ده واتعرض للعميل 3 4 ديزاينات للمطبخ، وبفضل الله احنا احسن ديزاين اتعمل للمطبخ ده. زي اكتر حاجه مميزه عندنا بفضل الله خدمه ما بعد البيع. معانا المهندس اسلام يقول لنا بقى عرفنا منين. عن طريق قناة اليوتيوب وعن طريق الفيسبوك. طيب يا باشمهندس، ايه رايك في خدمه ما بعد البيع؟ تمام، الحمد لله. تسلم ايدك بصراحة على الشغل دوت، وبسم الله ما شاء الله، يعني تسلم ايدك. انت حضرتك دفعت فلوسك كلها قبل ما تستلم المطبخ اساسا، صح؟ تمام، حصل. طب حصل مننا اي تاثير؟ ولا أي تأثير، الاستلام في الميعاد وكله تمام الحمد لله. لما ركبنا المطبخ وخلصناه ومشينا، تمام. حضرتك طلبت لنا بحاجه تانية اضافيه؟ تمام. قصرنا؟ لا طبعا. المطبخ زي ما انتم شايفين المطبخ اتفرش خلص. المطبخ ده في منطقه مستورد من خامه الاتش بي ال والاكريليك. المطبخ ده بفضل الله احنا جايين النهارده عشان نعمل حاجه واحده بس. المطبخ بعد ما خلص اتركب وخدنا بقيه فلوسنا كامله. المطبخ بتاع الرخام جه مش من خلالنا، فعمل حاجه في المطبخ، فاحنا جينا النهارده بس نظبط حاجه بسيطه كده، كانت فتح وقفل بتاعه الحوض نريح عليها الرخامه شويه، فجينا عدلناها بعد الرخامه. دي الحاجه الوحيده اللي احنا جينا عملناها النهارده. فاحنا بفضل الله اكتر حاجه بتميزنا في شغلنا خدمه ما بعد البيع. وكمان زي ما احنا شايفين احنا طبعا دلوقتي مش بنتكلم على الشغل عشان معظم الناس تطلع تقول احنا شغلنا رقم واحد. لا، احنا شغلنا هو اللي بيتكلم عن نفسه بفضل الله. احنا المطبخ ده انا اول ما دخلته من اول يوم وانا برفع المقاسات وانا قلت ان المطبخ ده هيطلع تحفه فنيه. رسمته في خيالي وانا برفع المقاسات بفضل الله، وزي ما انتم شايفين دي النتيجه النهائيه لتعبنا ومجهودنا بفضل الله. طبعا لو عاوز تعمل مطبخ اقتصادي بسعر كويس وخامه محترمه، فانا برشح لك خامه الاتش بي ال، هي الخشب اللي فوق مع البي في سي الاكليريك اللامع. المطبخ ده لونه اوف وايت مع خشبي زي ما احنا شايفين. المطبخ من خامه الاتش بي ال. الدرف اللي فوق كلها الاتش بي ال من الكونتر. الدرف الجلوسي اللامع من الام دي اف. بنعمل بقى شويه تريكات شويه حركات في المطبخ. لازم وانا بصمم اي مطبخ اعمل حساب الاجهزه بتاعتي تراس، وكمان يبقى عندي مساحه حركه. نعم مساحه الحركه عندي هنا مش كبيره قوي بالعرض بس، ولكنها مريحه جدا في الحركه. طبعا زي ما احنا شايفين البوتاجاز، عملنا البوتاجاز بسوى الرخامه، اتعمل له قاعده من تحت واتعمل حساب التهويه بتاعته، اتعمل حساب كل حاجه. وكمان عملنا جنبه هنا ترولي الزيت. الترولي ده بفضل الله احنا بنعمله من اوائل الناس اللي عملته. الترولي دوت من خامه الاتش بي ال برده من خامه المطبخ، فما بنكلفش العميل حاجه زياده ولا نقول له 1600 ولا 2000 الكلام ده كله، لا بيبقى من خامات المطبخ. وهنا تحت الحوض علشان المطبخ عندي مساحته مش كبيره جدا، فعملنا الانبوبه تحت الحوض وركبناها مع البوتاجاز بحيث تبقى سهله التغيير وسهله الفتح. وزي ما احنا شايفين الغساله بتاعتنا بتاعت الاطباق جايه في مكانها مظبوط. قبل ما بس نشرح بالمطبخ، حابب اقول ان في اكتر من شركه جت المطبخ ده واتعرض للعميل 3 4 ديزاينات للمطبخ، وبفضل الله احنا احسن ديزاين اتعمل للمطبخ ده. زي ما انتم شايفين عندي الثلاجه مساحتها كبيره واخده من عمق المطبخ كتير، وعندي كمان الديفريزر مساحته كبيره برضو واخده من عمق المطبخ. انا عندي في المطبخ ده اكتر من 7 اجهزه، عندي ثلاجه، فريزر، عندي ميكروويف، عندي البوتاجاز كبير 90 كمان مش 60، عندي حوض كبير 75 سم، عندي غساله اطباق موجوده، عندي شويه اجهزه في المطبخ. طبعا اللي هيبص كده يقول لك بس خلاص المطبخ ده خلص مفيش اي مساحه تخزين تانية، بس احنا كان لنا راي تاني لما جينا عملنا المطبخ للسقف علشان نستغل كل الوحدات اللي فوق. كمان منطقه فوق الثلاجات اتعملت بالبروز ال 60 سم بتاع المطبخ بحيث ان هي تشيل معايا مساحات تخزين كبيره. والمطبخ من فوق كله اتعمل البروز بحيث ان هو اقدر استفيد بمساحه تخزين كبيره فوق وتحت. وكمان اتعمل الليد من تحت زي ما احنا شايفين عشان يبقى ماشي مع الليد بتاع السقف اللي معمول. لازم بنراعي ديكور المطبخ مع ديكور التشطيب اللي معمول في المطبخ نفسه. طبعا كان لازم في المطبخ نعمل اكتر من حاجه ديكوريه برضو بعيدا عن عشان ما يبقاش كله خشب في خشب. عملنا هنا الضرفه بتاعه المطبخيه على جزئين، جزء بي في سي اللي هو اللامع والجزء اللي تحت الخشبي. طبعا زي ما احنا شايفين تفتح بدراع اليوفنتوس لان الضرفه دي عريضه فلازم يجي لها الدراع المخصوص ده، ما ينفعش اي دراع فيها. لو حد ركب لك ظرف قلاب خشب دراعات غير دي ما تستقلفهاش لان دوت مش هيتحمل هيبوظ معاك بسرعه. وجينا ردينا عليها الناحيه الثانيه بضرفه ازاز زي ما احنا شايفين للديكور والليد بتاعها من جوه. وبرده هنا عملنا 3 ارفف ديكور جنب البوتاجاز بحيث يديني شياكه. المطبخ ده مريح جدا للعين في الاستخدام وكمان في الوقفه فيه.
زي ما احنا شايفين المطبخ برغم ان هو مساحته صغيره 2 متر في حوالي 2 متر 32 بالظبط في 2 95 او 3 متر مش متذكر بالظبط الطول، ولكن المساحه مريحه، يقدر يقف 3 مرتاح في المطبخ. لو حد يقف هنا على البوتاجاز فحد يقدر يقف جنبه على الحوض، وبرده في حد بيتحرك جنبي في بقيه المطبخ. في المساحات الضيقه بيكون في عندي غصب عني في الاجزاء السفليه علشان الاجهزه مساحات ميته، يعني مثلا حته زي الجزئيه اللي جنب البوتاجاز دي، بس احنا بنستغلها وبنوصل لها من الجنب هنا. دايما بنفضل ان الحتت اللي جوه دي حط فيها حاجات اللي ما بتستخدمش يوميا، يعني حاجات بتطلع كل شهر مره كل شهرين، والحاجات اللي بتستخدم تتحط هنا على الوش في وش الضرفه. برضو الناحيه الثانيه علشان برضو الفريزر والثلاجه محطوطين في المطبخ، فما قدرتش ان انا غير ان انا برضو اعمل نفس الكلام في الناحيه الثانيه، وقدرت ان انا استغل في النص ان انا اعمل درجين معالق صغيرين، طبعا زي ما احنا شايفين كله سوفت كلوز. وهنا عملت التربو 2 تربو بصل وثوم وبطاطس. اما بقى نكمل موضوع الديكورات في المطبخ. فزي ما احنا شايفين انا عامل تحت المطبخ من تحت القطعه الديكوريه دي قطعه ديكور فيها ليد. الليد دوت ماشي مع الليد اللي فوق، واحنا لو قفلنا الليد بتاع المطبخ الداخلي هيقفل الليد كله مع بعض، وحتى الليد اللي هنا في الجنب كله مع بعض. احنا شايفين الليد بتاع المطبخ بس اللي قفل، لما بنفتح بيبقى الليد كله بيفتح مره واحده. ده طبعا لازم يتاسس له من البدايه، ده طبعا لازم يتاسس له من البدايه خالص. لازم حضرتك وانت بتشطب المطبخ في الكهرباء بتاعته بتعمل حسابك في زرار للليد وسلك الليد من فوق يبقى نازل، بحيث ان احنا لما نركب المطبخ ونركب الليد بروفايل بتاعك يبقى في سلوك توصل فيها، ما نركبش المطبخ والليد وفي الاخر حضرتك تبقى مش لاقي هتوصل الكهرباء بتاعته منين. فانت لازم من البدايه تعمل حساب الكلام ده كله. فاحنا عشان كده دايما وابدا وهنفضل نقول لازم تاسس مطبخك مع مهندس اللي هيعمل المطبخ، او تكون فاهم انت بتعمل ايه وانت بتشطب المطبخ. والافضل من ده كله ان انت تعمل تصميم 3 دي للمطبخ وعطوب لحظه قبل ما تدخل صنايعي. لو انت اللي هتمسك تشطيبات الشقه مش مهندس، لازم تيجي تعمل تصميم 3 دي للمطبخ بحيث توزع اجهزتك مظبوط، كهربتك مظبوط، ما تعملش كهرباء قليله زي ما احنا شايفين كده مفيش فيش كتير في المطبخ، وكمان ما تعملش كهرباء في اماكن هيتقفل عليها وتهدر عليها فلوسك. يعني انت بتوفر على نفسك فلوس لما بتعمل تصميم المطبخ من الاول. بس كده، ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناه. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام. معانا المهندس اسلام يقول لنا بقى عرفنا منين؟ عن طريق قناة اليوتيوب وعن طريق الفيسبوك. طيب يا باشمهندس ايه رايك في خدمه ما بعد البيع؟ تمام الحمد لله، تسلم ايدك بصراحة على الشغل دوت، وبسم الله ما شاء الله يعني تسلم ايدك. انت حضرتك دفعت فلوسك كلها قبل ما تستلم المطبخ اساسا صح؟ تمام حصل. طب حصل مننا اي تاثير؟ ولا أي تأثير، الاستلام في الميعاد وكله تمام الحمد لله. لما ركبنا المطبخ وخلصناه ومشينا تمام. حضرتك طلبتنا بحاجه تانية اضافيه تمام. قصرنا؟ لا طبعا. بس ده اللي يشرفنا حبيبي.